شركتنا فيها مواقف وطرائف، موظفات وموظفين، فيها الحلوين وفيها الوحشين، ومعاهم المديرين، محاسبين ومهندسين، صعايدة وفلاحين. لو ما اتبعتوش شركتنا أكيد هتكونوا خسرانين. فمش لازم انت كأب تكون قاسي وتعلم ابنك ان الحياة مش هتديله كل حاجة، وهي فعلا مش هتديله كل حاجة، عشان الحياة سلف ودين، واللي زرع حب ومودة ورحمة هيجنيهم، واللي زرع قسوة وحرمان ما يستناش حاجة غير. يلا مع السلامة دلوقتي. طيب سلام. انا دي خير. انا بص امي قلت لك ان انت احلى اب في العالم. صراحه بحبك قوي. من الاخر عايز ايه؟ بص هو كان 10، كنت عايز بس 10,000 كده يعني للصيف يعني. شوكولاتة يا 10,000 ما كان بيها ايه؟ لبس يعني. بص اقول المتعاون بس الجزمه دي، الشيرت ده، البنطلون ده، شكتي. بص يا حبيبي، هم قميص وبنطلون ما فيش غيرهم، وادي 200 جنيه اهي، صرف نفسك. صحابي هيقولوا عليا ايه؟ محسن زي 200 جنيه ما تجيبليش فردة شراب حتى. 200 جنيه دي يا حبيبي كانت بتلبسني انا سنه كامله. انت عارف بيتنا اللي احنا عايشين فيه ده كله كام؟ ب 500 جنيه. ازاي؟ تقول لي جرى في ايامكم. بص يا حبيبي، انا تعتمد على نفسك، انا هوفر لك الاكل والشرب والنوم ما عدا ذلك، وبعض الكماليات البسيطه يعني، لكن تقول لي بقى بلاي ستيشن، تقول لي عربيه، تقول لي مش عارف ايه، تقول لي ايه، الكلام ده كله ما عنديش خلاص. الفلوس دي فلوسي انا، لما تكبر وتشتغل وبقى اللي انت عايزه، اكتر من كده مفيش. هقول يا بابا تحس ننزل اشتغل. الشغل ايه؟ ما تشتغل. مش بابا، هنزل اشتغل في اي مطعم، اي كافيه، اي سوبر ماركت. لا انا هشغلك عندي في الشركه. بس المرتب يكون كويس. اشتغل ايه؟ اشتغل رئيس ورشه. كويس. طب انا عايزك تشتغل في الراشة، تبقى قريب من الموظفين وتقدر تعرف هم بيتكلموا في ايه، بيعملوا ايه، بيتصرفوا ازاي، ايه اللي بيحصل في الشركه، وتصور لي الحاجات اللي خارجه والحاجات اللي داخله. عايز اعرف كل صغيره وكبيره بتحصل في الشركه عن طريقك. الفراش ده مش هو اللي بينظف وبيقدم القهوة والشاي كده يعني؟ والشغل ايه يا حبيبي؟ الشغل مش عيب. ان انا ابن رئيس مجلس الادارة احسن مدرسة في مصر، اكبر شركة في مصر، وعايزني برضو اشتغل في الرش؟ ان ليها غرض معين وانا عايزك لهدف معين تشتغل في الرش. بس المهم يعني اهم حاجة اخد كام؟ كام دي بقى وتسأل عليها اني شو نعم، هو يقول لك فراش بعت. واعمل حسابك، مش عايز اي بني ادم في الشركه عندي يعرف ان انت من. حاضر بابا. فاهم؟ الزميلات والزملاء الاعزاء، النهارده في اجتماعنا بنرحب بمعالي رئيس مجلس الاداره الدكتور محمد جمال، فليتفضل بالكلام. الزملاء الاعزاء، اجتماعنا النهارده سببه الازمه الماليه اللي مرت بها الشركه في عدم تحصيل حقوق الشركه عند العملاء، فشل اداره التسويق، عدم فتح اسواق جديده، سوء الخدمات، بالاضافه الى عدم رضاء العملاء. فشل اداره التسويق سببه انها ما فتحتش اسواق جديده. تم تكليف الاستاذ محمد القط لمهمه المدير التنفيذي، وتم الاستغناء عن خدمات الاستاذ محسن ومجموعه من الموظفين الفشله. حضرتك انا احمد المسؤول عن تصدير منتجات الشركه في دول الخليج. عندي مشكله يا فندم في شكل وتغليف وجوده المنتجات بتاعت الشركه بتاعتنا، وهناك طبعا السوق مفتوح وكل دول العالم بتنافسنا، وكميه المرتجع بقت كتيره جدا. انا عن نفسي بقترح ان احنا نعمل اداره لمراقبه الجوده ويكون قرارها ملزم للاداره عشان الشركه ترجع للانتاج المتميز. احسنت يا استاذ احمد. السيد المدير العام، قرار بانشاء اداره للجوده فورا. بالنسبه لاداره التحصيل، تم تكليف الاستاذ احمد شعبان بالاشراف عليها،
وعايزين نعرف ايه الخطوات العمليه القادمه لتحسين الاداء وخصوصا للاداره دي، ده مهم جدا بالنسبه لنا. شكرا معالي الرئيس على الثقه الغاليه دي، اتمنى ان شاء الله اكون قدها. دلوقتي البضاعه بقت راقده عند العملاء، وده بسبب ان البيع واقف، لان جوده البضاعه اللي جايه من الصين مش قد كده. طبعا ده غير التغليف وخدمه ما بعد البيع اللي ما بقتش زي الاول. انا عن نفسي شايف ان لازم يتم الغاء البضاعه اللي ملهاش طلب، ولازم كمان يكون في تنفيذ بضايع وخدمات جديده، ولازم نخلق طلب عليها. بعد كده بقى نحاول نلم تحصيل فلوسنا اللي في السوق ونتفاوض مع عملائنا. ايه يا قط الكلام ده؟ انا ليا كلام معاك بعدين. كله تمام يا ريس، كله تمام يا ريس، وادي النتيجه. انا هعمل اجتماع مع كل مدير اداره لوحده علشان نقدر نعرف نحقق مكاسب الشركه وننقذ الشركه من هبوط اسهمها في البورصه، مش كده ولا ايه؟ طبعا. وتبدا رحله العذاب، مش للموظف، لا للمواطن اللي عايز يخلص اوراقه، يقع بين ايدين الروتين والموظف المصري اللي بيمارس معاه اشد انواع المرمطه والشحططه، لان كل الموظفين في المصالح الحكوميه ليهم نفس الصفات. اسمح لي يا ريس في كلمه بعد اذنك. الموظف كمان بيصلي ويقعد يتوضى ساعه، ولو العميل جه يكلمه يقول له دي عباده يا استاذ. طب ما العمل عباده، خدمه المواطن والعملاء عباده. بعد ما بيخلص صلاه ويصلي السنن ويسبح ربنا وخلاص عاش دور التقوى، يفضل ماسك السبحه وقاعد على السجاده ومستني اذان الصلاه اللي بعدها، ولو العميل استعجله يقول له الصبر مفتاح الفرج يا استاذ. الألقاب يا فندم، احترام الموظف لزميله الموظف، زي مثلا كلمة يا فندم، يا أستاذ، يا بيه، يا هانم، يا مدام، وبكده هيبقى المواطن هيحس إن هو بيكلم شخصية عنه، فلما يقول له كده ويناديه ويفخمه ويعظمه ويكبره، المواطن بالتالي هيقول له يا أستاذ ويا فندم ويا بيه، ونفس الكلام بالعكس. هيقوم المواطن برضه احنا لازم كموظفين نحترمه، نقول له يا بيه، يا فندم، يا حاجة، يا هانم، يا أستاذ، وبكده هيبقى في صلة تبادل في الاحترام بين الطرفين. تسمح لي يا ريس بكلمة؟ اتفضل. أنا من حكم موقعي هنا إن أنا مش شايفة إن إحنا بقينا في شركة. أنا في كل مكتب بسمع فلان بيجيب سيرة فلان، ده اتطلقت، دي اتجوزت، ده خلف، ده مات، ده صحي. بنضيع ساعات العمل كلها في الرغي مع بعض، وفعلا زي ما حضرتك قلت إن إحنا هنا مش بنخدم المواطن، وبنضيع ساعات الشركة كلها في كلام وسيرة الناس. ولا إيه يا ريس؟ يعني أنا شايفة إن إحنا ما بقيناش فعلا موظفين شركة، إحنا هنا كل واحد بقى خبير. Il veut que je travaille dans son entreprise. Imagine qu'est-ce qu'il veut que je fasse. Quoi? Directeur? Non. Une seconde. ايه ده؟ انت هتتكلم فرنساوي ولا ايه؟ لا ده انا بغني اغنيه. بتغني اغنيه بالفرنساوي؟ ايوه. فراش وهتغني اغنيه بالفرنساوي كمان؟ ايوه ده انا مش بعرف اتكلم لغه غريبه اصلا، بس قلت يعني اجرب اغني يعني. انت ممكن تغنيها تاني كده؟ ماشي. Et si je n'existe pas, pourquoi je n'existerai dans un monde sans toi, sans regretter, sans espoir. Dis-moi pourquoi j'existerai. ايه يا ابني ما تكمل، في ايه؟ وقفت ليه؟ ايجو باجو يا ابني كمل. لا 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 ده هو اللي عمال بيغني لي بلغه غريبه كده. ده انا فراش مش بعرف اتكلم اللغه دي اصلا. بكره بتحول للامتحان. انا مالي، انا هو اللي بيغني، بيقول لي ارقص معايا وغني معايا، بيقول لي شيدو جوزو بيشوبا. مش فاهم هو بيقول لي ايه بالظبط. الو. ايه يا عم، انا قلت انت نسيتني وخلاص بقى ما بقتش عايز تتصل بيا تاني. انت عامل ايه؟ لا انا في الشركة شايف ضغط مضغوط في الشغل، حاجة حلوة خالص يعني. انت قصدك على صاحبنا؟ يا عم ده مسمي حبيبته على التليفون البطارية ضعيفة، ومراته ده كل ما تشوف التليفون يرن تجري تحطه على الشاحن. طب والله الستات طلعت طيبة.
معلش انا بعتذر لحضرتك عشان بس الاجتماع وعدم حضور الاجتماع، عشان والله انا ربنا يعلم انا فين دلوقتي. الف سلام عليك يا حبيبي. في المستشفى وعندي عمليه غضروف ركبه والحمد لله قدر الله ما شاء فعل. تمام خلاص خليك والف سلام عليك. كان في كلمتين بس كده عايز اقولهم لحضرتك، بس يا ريت تقولهم في الاجتماع بعد اذنك يعني. نقط ايه؟ لا لازم نتكلم فيه. يا فندم لابد من اعتماد الموازنه التقديريه لهذا العام 2023، ولابد من اعتماد التقرير المالي للربع الرابع من العام الماضي 2022، ومن ثم اعتماد الخطه التنفيذيه والخطه التشغيليه لهذا العام للشركه. ده شغلي انا، ده يا استاذ علاء انت ما تتدخلش فيه. ده شغلي انا عارف انا هقول ايه واعمل ايه، ده شغلي انا. معلش يا فندم. ماشي يا باشا، شكرا معاك. الف سلامه. ايه الموظفين دي التعبانه دي ولا ايه؟ دخلوا في الشغل ايه ده؟ استاذ يوسف مالك؟ عمال بيشرب سجاير وبيتكلم في التليفون مع بنات وحاجات كده. واستاذ علاء دخل عليا. علاء كمان؟ دخل عليا عمال بيغني لي بالفرنساوي، بيرقص معايا، بيقول لي ارقص معاه وحاجات غريبه كده. والقط اخباره ايه؟ قط استاذ قط ده شايفه عمال بيعكس كل السكرتيرات اللي في الشركه. حاجه مش معقوله. صباح الفل يا ريس. قط اخبارك يا ريس؟ بسمع عليك ايه؟ يا استاذ حضرتك عايز حاجه تشربها؟ حاجه ساقعه؟ شاي؟ شكرا. بس عايزك بس لما نخلص يبقى انت عليا. حاضر. اتفضل انت. أبويا حبيبي، حبي الحقيقي ونوري في طريقي، أستاذي وصديقي طول الحياة. أبويا حبيبي، أبويا وحبيبي وحبي الحقيقي ونوري في طريقي طول الحياة. أبويا وصديقي في فرحي شريكي وفي حبي مليكي وعمري فداه. الله يرحمك يا رب. يا استاذ مالك؟ يا سلام الحمد لله. الأغنية دي كل ما اسمعها بفتكر محكوم أبويا. خلاص مفيش داعي تسمع الاغاني دي. طيب مش قادر. محكوم أبويا كان غني عن جو. الله يرحمك يا حنين. الله يرحمك يا رب. بس خلاص يا استاذ باشا، صلي على النبي، صلي على النبي. خلاص الله يرحمه. الحمد لله. الله يرحمك. الله يرحمك. خلاص يا استاذ. الحمد لله. الله يرحمك. الله يرحمك. الحمد لله. الله يستر معاك. لكن من حاجة ثانية. لا بلاش بس تسمع الاغاني دي، عايزين نركز ونشوف. ماشي بس لما اكون مضايق كده او فاضي بسمعها بس. الحمد لله. الله يرحمه. شكرا. شكرين. الله يرحمه. شكرا. الله يرحمك. انت على طول بتقول لي تمام والشركه في تدهور مستمر. مفيش مش عارفين لا اخرتها ايه يعني. مفيش اي حاجه ان شاء الله كله خير. ازاي بقى اهو؟ قول له انا شايف ان الشركه دلوقتي احوال عماله في انحدار. لا مفيش انحدار ان شاء الله يا ريس، وكله زي الفل كمان. يعني عندك اشرف مثلا عمال طول النهار سايب شغله وبيعيط على ابوه اللي توفى. يا ريس هو والده توفى، انا اعمل ايه يعني؟ ما هو ما يفضلش طول النهار يعيط. انا يعني بيسيب شغله ويفضل يعيط على ابوه. انا هنبه عليه يا فندم. ويوسف عمال بيشرب سجاير طول النهار وماسك التليفون وسايب شغله. يا فندم انا بالنسبه ليوسف انا نبهت عليه واديته انذار مره واتنين، ومش عايز اخد معاه اجراء عشان برضه عنده ظروف، فربنا يعين كل واحد على اللي هو فيه. وعلاء البيه علاء اللي طول النهار عمال بيغني فرنساوي وماسك الفراش عايز يرقص معاه. انا حولته للتحقيق يا فندم. ما انت عمال تقول لي اديك انذارات وحولت للتحقيق واتكلمت انت وبعدين واخرتها. اذا كان انت نفسك بتعكس لي في البنات الموجودين في الشركه. بنات ايه يا فندم؟ سكرتيرتي وسكرتيرتك. استاذه منى قبطان سكرتير سعادتك. ايوه. استاذه سالي السكرتيره بتاعتي. ايوه يا فندم انا بطيب بخاطرهم، ما عملتش اي حاجه تانية غلط معاهم. انت راجل النهارده مدير عام وانا رئيس مجلس اداره، الشركه دي في رقبتنا. تمام. الشركه انا شايف انها في حاله عماله بتسوق كل شويه.
لازم يكون في اجراء النهارده نرفع من الشركه دي ونحاول ان احنا نوصلها لمرحله انها تبتدي تكسب من اول وجديد. دي سمعه شركه ان شاء الله. يعني الشركه دي في رقبتي وفي رقبتك، مش في رقبه الموظفين. اما كناش عارفين ندير الموظفين ونمشيهم كويس ونخليهم يشتغلوا ويشوفوا شغلهم، نسيب الشركه انا وانت. والله ما انا عارف الشركه دي ماشيه ازاي، ربنا يستر. طيب ناوي تفيدنا بايه باذن الله؟ أنا عندي خبرة كبيرة في مجال الأوراق المالية، البورصة والاستشارات المالية، عندي خبرة كبيرة في المحاسبة، فأنا أتمنى إن أنا أشوف الشركة وأقدر أدخل فيها أنشطة جديدة هتفيد القوة المالية للشركة وتزود أنشطتها. كمان في الناحية المحاسبية بقدر أنا أساعد فيها. أقدر إن أنا أعمل توفير الدفاتر والقوائم المالية اللي موجودة عندك، أقدر أظهرها بشكل جيد للمساهمين اللي موجودين، وبالتالي أطور العمل جوه الشركة. الو. ايوه. نعم. عمارة ايه؟ عمارة ايه اللي يزيلوها؟ العمارة اللي انا واخد فيها شقة؟ ازاي؟ ده انا شقة عمري دافعه في الشقة دي. اتغربت 3 سنين في الخليج وادفع شقة عمري كله في الشقة دي، وفي الاخر انت تيجي دلوقتي تقول لي يزيلوها؟ طب ازاي؟ لا 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 لا، اتصرف. شوف لك حل يا فندم. مفيش حل. خرب بيتك على خرب بيتك على يخرب بيتك على تعمل ايه في المصيبة؟ وبعدين يا رب وبعدين ازيك يا استاذ علاء؟ اهلا وسهلا. انت في ايه يا ابني معاك؟ مفيش حاجة يا فندم، لو سمحت سيبني في حالي. يعني ايه يعني سيبك في حالك؟ في حد يقول لمديره سيبني في حالي؟ انت شغال فين؟ في طابونه ولا شغال في شركه ولا شغال فين؟ يا فندم لو سمحت انا في حالة مش كويسة جدا وممكن يحصل اي تصرف انا مش مسؤول عنه، يعني فلو مش سمحت. مسؤول عنه يعني انت بتكلمني كده ليه يا حبيبي؟ انت شغال في طابونه بقول لك ولا شغال في شركه؟ انت قبل كده كنت واخد جزء؟ طيب انت المره دي برضه هتاخد جزء؟ خلاص يا فندم، اللي يعجب حضرتك اعمله. اللي يعجبني؟ اتفضل اللي انت عايزه تعمله. انت هتاخد جزء ان شاء الله وفصل خالص نهائي. ماشي يا فندم، ماشي. ايه يا رب اللي بيحصل؟ انا مش قادر استحمل. خراب في البيت، خراب في الشغل، خراب في كل مكان. انا زهقت. الحمد لله حازم بيه، الشركه دلوقتي بقت في وضع اكثر استقرارا. قدرنا نقضي على سلبيات كتير موجوده في الشركه. نديم ابني كان ليه اثر كبير او كان ليه دور كبير في القضاء على سلبيات كتير جدا جدا في الشركه، والحمد لله دلوقتي بنبدا مرحله جديده، بنفتح اسواق جديده للمنتج، بنحاول ان احنا نحسن المنتج بتاعنا عشان نوصل لمرحله اعلى بكتير قوي من الفتره اللي فاتت. ربنا يوفقك ودايما الشركه من نجاح لنجاح كده على ايديك ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. حضرتك تشرب ايه؟ قهوه مظبوط. ادخل. اهلا نديم، ازيك؟ كويس الحمد لله. عايز على فكره ده نبيل ابني. اهلا وسهلا. عايزك تعمل قهوه مظبوط معانا. حاضر. ماشي؟ بس بصراحة بابا أنا مش عاجباني الشغلانة دي، ودي مش شغلانة محترمة. أنا عايز أبقى في شغلانة محترمة وأحسن. اخلص يا ولد، مفيش حاجه اسمها شغلانه غير محترمه. كل الشغلانات اللي عندي في الشركه محترمه. عيب كده. ماشي. دي ماشي، لو حط ايدك جنبك. حاضر. اتفضل روح اعمل قهوه مظبوطه لحازم بيه.
وانا هفكرني اشوف لك شغلانه تانيه في الشركه ان شاء الله في المستقبل، بس مش دلوقتي. اتفضل. استنى. اداني محمد كهرباء عشان اكرمه. حاضر. الف مبروك يا محمد يا كهرباء. الله يبارك فيك. حصولك على بطوله كمال الاجسام على مستوى الشركه، وان شاء الله نتمنى ليك مزيد من التقدم، وان شاء الله تحصل على بطوله الجمهوريه قريب. الله يبارك فيك يا وبنهنيك باسم الشركه كلها، ودي شهاده مني. الله يبارك فيك يا فندم. دي باسم الشركه كلها بتشكرك وبتقول لك الف مبروك. الله يبارك فيك يا فندم، وانا تحت حسن فندم حضرتك. صباح الخير. صباح النور. عامل ايه؟ الحمد لله. بتعمل ايه؟ ضبط جوده لسه. يا اخي احنا وظيفتنا كده، تحس ان يكون كل الدنيا كل اول شهر. ممكن يقول لك قضي مش بكره بعده، ممكن ما يجيش بكره الشهر الجاي. ليه يعني؟ ليه الشهر الجاي ليه؟ احنا مش شغالين لله للوطن. هو الاخ ماله معجب بالتمثال وعمال يلمع فيه كده. اصل بصراحه يعني انا عايز اخليه لامع، اصلها اول مره يعني انضف وكده بقى. يا راجل. اول يوم ليه؟ جديد. قول والله. والله. اول يوم. يا خبر ابيض. وانا اعرفش. في يا ابني حسست ان الهم الدنيا على دماغك وشاطر ستك، في ايه بالظبط؟ حاجات غريبة والله يا أستاذ أشرف بتحصل في الشوارع. ليه في ايه اللي حصل؟ حكاية غطا البلاعات دي، سرقة غطيان البلاعات دي بقت أزمة في كل الشوارع. فكرت تضحك يا أستاذ أشرف. من شهرين وقعت في بلاعة من غير غطا. ياه. والناس قعدوا 4 ساعات يطلعوا فيها بالبلاعة. حرامي غطا البلاعة منتهى الخسة والنطاق، ما عندوش ذرة شجاعة، همه كله يبيع له كام كيلو حديد يكيف بيه مزاج الواطي البعيد، ولو عيل سقط في البير ذنبه ايه ايها الحقير؟ غرق ومات وامه طولته، وانت على البلاعات تبرم، ضيعت الناس يا ابن الحرام، اخرتك سودا وش اجرام. فيها ايه لو مشيت مستقيم وطلبت من ربنا هيعمل لك المستحيل. بابا مين يا ولد؟ احنا مش اتفقنا ان احنا هنا رئيس مجلس الاداره واحنا في البيت؟ ايه بابا دي؟ اللي لبسها كده ده؟ متخفي يا اخي. امشي جوه يلا، امشي امشي جوه اعملي كوبايه شاي، اوعى تقول لحد. حاضر يلا. على فكره انا زعلان منك قوي. على اساس ان في سابق معرفه بيني وبين حضرتك. بذمتك مش حاجه تزعل. هو في معرفه بيني وبين حضرتك عشان تزعل؟ وبعدين انا زعلان تقدر تشرب من زمزم. يعني ده كلام برضه، خليك احنا هنا شويه، ما ينفعش كده. انا سليمان بيه نجيب، عميل قديم للشركه بتاعتكم، بس بصراحه بقى يا استاذ المره دي انا صرفت منتج من عندكم ومش عاجبني في حاجات كتيره قوي. منتج ايه يا فندم؟ انت صرفت منتج مش عارف منتج رقم 499. رقم 499؟ ايوه تمام يا فندم. اولا الجوده بتاعت المنتج مش عاجباني. تمام. يعني حاسس كده ان هو منتج صيني، يعني مش قد كده. لا يا فندم ما عندناش حاجه صيني يا فندم. ده اللي انا شايفه، ده من وجهه نظري يعني. المنتج موجود مع ساعتك يا فندم ولا؟ لا مش موجود. مش موجود. بس هو رقم 499 رقم 499. طب خليك معايا تليفون ساعتك. ايوه يا استاذ، ابعت لي الاستاذ اسلام مسؤول المنتج. ايوه ابعتوا لي المنتج. تشرب حاجه يا فندم؟ شكرا. ايه ده، عامل عمليه النهارده؟ ربنا يستر. طب انا هحاول ان انا اخلص شغل واعدي عليها. بس انتي عارفه ليه الدكاتره بيلبسوا كمامه وهما في العمليات؟ علشان لو العمليه فشلت مفيش حد يعرف. انت حاسس كده ان التشطيب بتاعه مش قد كده يعني زي الحاجات الصيني يعني. ازاي؟ انتوا الحاجات يعني الخامات بتاعتكم بتجيبوها منين بالظبط؟ الخامات بتاعتنا بنجيبها من روسيا واوكرانيا وامريكا يا فندم. مش حاسس كده ان هو مش زي الاول يعني، المنتجات بقت في تعديلات في تغييرات كده، انا مش عارف، حاسس انها ما بقتش حلوه يعني. لا بالعكس، المنتجات كل العملاء بيشكروا فيها، بس احنا دلوقتي بنحاول نطور من منتجاتنا عشان خاطر
نعمل طفره جديده في السوق المنتجات بتاعتنا. يعني انتوا طورتوا، يعني غيرتوا المنتجات القديمه يعني. بنجدد في المنتجات القديمه. في موضوع تاني كده يا استاذ برضه كنت عايز اقول لك عليه يعني. اتفضل. المنتج اللي انا خدته لما تبص في الكتالوج تحس انه كبير. يعني اللي انا استلمته شكله صغير، حجمه صغير يعني. غير اللي موجود في الكتالوج خالص. تمام. يعني مش عارف يعني مش حاسس كده ان ان اللي في الكتالوج كبير واللي انا خدته صغير، حجمه مش قد كده يعني. لا يا فندم، المنتجات كلها واحد، ما عندناش حاجه اسمها صغير وحاجه اسمها كبير، المسات كلها واحد. يلا انا بقول لحضرتك الكلام ده يعني مش طب انا هجيب لسعادتك مدير التسويق دلوقتي يا فندم. ابعت لي مدير التسويق. الاستاذ علاء. اكدب عليك اكدب عليك اكدب عليك. سلام عليكم رحيم. انت قاعد بتغني؟ بقول لك ايه، طلقني. حاضر. هو ايه اللي حاضر؟ انت بتاخدني على قد عقلي؟ لا عقلك انت ست كبيره وعاقله. انا كبيره؟ انت بتقولي ايه وعندك مبررات؟ ليه؟ زي ده. بقول لك ايه، انا كبيره في عقلي بس، لكن انا يا حبيبي لسه سني صغير. خلاص انت صغيره ونغه لكن عقلك كبير. ايوه. وطلعني دلوقتي كمان. اخلص اكل الفاكهه دي واطلعك. حاضر. يعني انت هتطلعني؟ طلعك. طيب انا عايزه اقعد في الشقه. خد الشقه. وانت هتقعد فين؟ في الشقه. في اي حته مش مشكله. طبعا عايز تسترمح براحتك وتعيش حياتك وانا ما اعرفش انت فين. طب انا الولاد معايا. قولي الولاد. ايه ده، انت كمان بتريح دماغك من العيال خالص؟ لا انت هتقعد في اوضه وانا في اوضه عشان تحل مشاكلهم. طب خلاص سيبي لي الولاد واسترمحي انت براحتك. وما اعرفش عنك حاجه وما اعرفش بتعمل ايه، وبعدين الصرمحه ليها ناسها يا بابا، انا ما بسترمحش، الصرمحه دي اللي زيك. طب انا هتصرمح سيبي لي ايه؟ وبعدين بقى لا انا عشان هم العيال تقيل تبقى قاعد جنبي في الاوضه الثانيه وتخش وتخرج وابقى عارفه انت فين وبتعمل ايه. زي ما مطلقين كده مش مطلقين. مطلقين ازاي وانت قاعدين في نفس البيت يعني؟ مالكش دعوه، ما انت ما تسيبليش همهم كمان وتسيبني وتمشي. على فكره الكيكه اللي كنت عاملاها امبارح ممتازه، طعمها حلو قوي. بجد عجبتك؟ قوي. طب انا هجيب لك حته وهعمل لك شاي باللبن. حبيبتي. ثانيه بقى. يا فندم، مشكلة حضرتك بسبب زاوية التصوير للمنتج، لأن احنا أثناء تصوير المنتج لازم نبين فيه تفاصيل ودقة وحاجات وخامات كده في المنتج، فالزاوية بتاع التصوير لازم تبقى قريبة عشان تبين للعميل كل الصغيرة والكبيرة عن المنتج. حاسس انه حجمه صغير كده يا بيه. يا فندم مش قد اللي موجود في الكتالوج. لا الكتالوج بيتوضح حضرتك في التصوير، بيتاخد من زاويه من هنا عشان يبان خامه المنتج وجودته، فعشان كده بتبقى الخامات والحاجات دي كلها لازم تظهر للمنتج، والدليل على ذلك يا فندم التعليقات والتقييمات اللي جايه على الصفحه من العملاء. يعني المقاسات اللي موجوده في الكتالوج هي نفس المقاسات اللي ايوه يا فندم، المقاسات اللي مكتوبه فعلا اللي انت طلعت عليها قبل ما تعمل الانترفيو مع الشركه هي المقاسات اللي وصلت حضرتك. خلينا راجعها تاني، ما عنديش. راجع يا فندم براحتك، لو اي مشكله تاني احنا تحت امرك. سيادة المدير في موضوع تالت برضه كنت عايز اقول لحضرتك عليه. المنتج لما طلبته اتصلوا بيا قالوا لي هيوصلك الساعه 4. تمام يا فندم. المندوب اتاخر عليا ساعتين، يعني وصل الساعه 6. طبعا ده كلام مش مظبوط، لازم يبقى فيه التزام. تمام يا فندم. طيب انا هشوف كده الموضوع ده اللي ساعتك دلوقتي اللي هو المسؤول بتاع المندوب. احنا اسفين يا فندم، وبالنسبه للمندوب اللي جه لحضرتك، المندوب ده احنا جالنا شكاوي كتير منه بالنسبه لعملاء كتير، مش بالنسبه للشكاوي اللي جت منه بالنسبه للعملاء اللي زي حضرتك، واحنا صفنا له بالنسبه للشركه خالص، فان شاء الله احنا يعني مش ان شاء الله احنا متاسفين لحضرتك مره ثانيه، واحنا بالنسبه للمندوب ده احنا خلاص صفنا له الشركه بسبب الشكاوي اللي بتيجي من ناحيته. وعلى فكره يا فندم احنا عاملين تخفيض 50%، وسعادتك كنت اول واحد فايز معانا دلوقتي، وهنعرض على سعادتك ال 50% دي هديه مننا لسعادتك، برضه بنراضي سعادتك بيها عشان سعادتك عميل مميز عندنا.
استاذ قط، انا محمد جمال رئيس مجلس اداره الشركه. حبيبي يا ريس. وعلى فكره انا حاسس ان الشركه فعلا بدات تمشي في المسار الصح. ربنا يبارك لنا عليك يا فندم. وانا بشكركم، والكلام ده ان شاء الله انا هنوي ليه في اجتماع مجلس الاداره الجاي. عايزك تستمر ان شاء الله في التحسن لحد ما نوصل بالشركه بتاعتنا للمستوى اللي احنا عايزينه. ان شاء الله.